أهلا وسهلا بيكم في الأرشيف. أنا أحمد علاء وجايب لكم قصة من القصص اللي تم توثيقها بالصوت والصورة كمان. فلو أنت واحد من الناس اللي بتخاف من حوار المس والجن والشياطين والكلام ده، أو حتى قلبك ضعيف، ما انصحكش خالص إنك تتفرج على الفيديو ده. القصة دي أي نعم حصلت من أيام السبعينات، بس البطلة بتاعت القصة بتاعت النهاردة لسه عايشة لحد النهاردة، ومن ساعة ما حصلت القصة دي وهي عاملة رعب وخوف وفزع لناس كتير. القصة بدأت في بيت كبير موجود في لندن في منطقة اسمها الإنفيلد، وصاحبة البيت كانت واحدة اسمها مارجريت. كانت ست مطلقة وعايشة هي وأولادها الأربعة جوه البيت. وأولادها الأربعة كانت واحدة اسمها بيجي عندها 12 سنة، وجانيت عندها 10 سنين، وجوني عنده 11 سنة، وبيلي كان عمرها 7 سنين. وفي ليلة من الليالي سنة 1977 مارجريت قالت لأولادها ادخلوا ناموا علشان الوقت اتأخر، وهي كانت قاعدة في الصالة تتفرج على التلفزيون. ما عداش دقايق وبعد ما أولادها دخلوا سمعت صراخ شديد جوه. الصراخ ده كان جاي من أوضة البنات. في الأول فكرت طبعا إن هما بيهزروا مع بعض وبيلعبوا وإن مفيش أي حاجة، وما خطرش ببالها أي حاجة تانية. ففضلت تزعق فيهم بصوت عالي وتقول لهم ناموا وهي قاعدة بره. بس استغربت ان هي بعد ما زعقت لهم وقالت لهم ناموا الصريخ بتاعهم فضل مستمر. فهي طبعا استغربت ودخلت علشان تزعق فيهم علشان يناموا بجد، ولكن اتصدمت لما فتحت باب الأوضة وشافت بناتها الاتنين قاعدين على السرير والرعب والفزع عمال يعينيهم. ولما بصت لعيالها لقيتهم باصين على الدولاب وخايفين جدا. فأول هي ما بصت على الدولاب لقيت الدولاب اتحرك من عند الحيطة لنص الأوضة، والمشكلة ان مفيش اي حاجة خلت الدولاب ده يتحرك. يعني تخيل نفسك كده دخلت تنام بالليل ولقيت الدولاب بيتحرك من عند الحيطة لغاية نص الأوضة قدام عينيك، هتعمل ايه؟ طبعا لما بصت للدولاب ولقيته اتحرك عرفت هما مفزوعين من ايه بالظبط، بس فضلت تكدب نفسها وتقول يمكن هما اللي حركوا الدولاب وبيعملوا مقلب فيا. وفضلت تسأل في البنات انتوا ليه حركتوا الدولاب؟ قالوا لها احنا ما حركناش حاجة. وفعلا لما بدأت تفكر لقيت ان الدولاب حجمه كبير جدا ووزنه كبير بالنسبة لطفلتين صغيرين ان هم يحركوه، ففعلا بدأت تقلق. المهم طنشت الموضوع ده وقالت لهم تعالوا ساعدوني نرجع الدولاب تاني. وفعلا زقوا الدولاب مع بعض هم الثلاثة ورجعوا الدولاب عند الحيطة. والمفاجأة انهم بعد ما رجعوا الدولاب عند الحيطة وقدام عين الام الدولاب رجع تاني من عند الحيطة لنص الأوضة. ومن هنا الأم بدأت تخاف جدا واستنتجت إن في حد معاهم في الأوضة، لكن الحد ده مش بني آدم، بمعنى أصح الحد ده من عالم آخر. وبعد ما رجعوا الدولاب تاني لمكانه وهم واقفين جوه الأوضة مع بعض سمعوا 3 خبطات. 3 خبطات دول كانوا على الحيطة، وبعدها ب3 ثواني الصمت عم في المكان. لكن بعد ثواني سمعوا 3 خبطات، بس المرة دي كان في مكان تاني خالص من الأوضة. ومن هنا الفزع مساكهم هم الثلاثة. والأم قالت مستحيل أقعد وأبات في البيت ده. وفعلا خدت عيالها وخدت شنطهم وراحوا عند جارتها اللي موجودة في نفس الحي. وفعلا الأم لما راحت عند جارتها حكت لها على اللي حصل معاها جوه البيت، فقالت لها خلاص خليكي معايا هنا، بات معايا النهاردة وأنا هبعت جوزي يروح يشوف في إيه عندك في البيت. المهم الست فعلا كلمت جوزها، وجوزها ده كان اسمه فيك. جوزها ده كان مليان كده وجتة وراجل ضخم، واحد معروف عنه انه ما كانش بيخاف بسهولة يعني. وفعلا راح على البيت علشان يشوف ايه المريب والاصوات اللي طالعة دي جاية منين. ولما بدأ يدور قال في الاول انا ما لقيتش اي حاجة مريبة وكل حاجة كانت طبيعية وفي مكانها. وبعدها بدقايق وهو جوه البيت سمع صوت خبط في الدور التاني. الخبط ده كان على الحيطة، فطلع جري بسرعة للدور التاني علشان يشوف مين اللي بيخبط. وبعد ما طلع للدور التاني ملقاش اي حاجة. المهم فضل واقف لمدة ثواني كده مكانه وبدأ يسمع خبطات على الحيطة من كل مكان حواليه في الأوضة. المهم الراجل وزي اي حد طبيعي خاف واتفزع، وبعدها بثواني الصوت وقف. وبعد كام ثانية كده من وقوف الصوت بدأ يسمع صوت كركبة جاي من القابو. القابو ده هو البدروم اللي تحت البيت. المهم هو كان مفزوع في الأول، بس فضل يقول لنفسه
مبررات كتير علشان يقدر ينزل ويشوف ايه اللي موجود في القابو، وقال يمكن المواسير بتاعة المية هي اللي بتعمل الصوت ده بتاع الكركبة ده. وفعلا جمد قلبه ونزل لتحت. المهم لما نزل القابو تحت فضل يسمع صوت كركبة وأصوات مش معروف فين مصدرها، والصوت فضل يخبط على الحيطان اللي حواليه من غير ما يعرف هو جاي منين بالظبط. ومن اللحظة دي خد بعضه وطلع يجري بره البيت وراح لبيته تاني. ومراته لما شافته قالت أنا عمري ما شفت جوزي خايف للدرجة دي في حياتي. ومن ساعتها الأم مارجريت قالت أنا لازم أكلم الشرطة علشان تيجي وتشوف إيه اللي موجود وإيه اللي بيحصل في البيت بتاعي. وفعلا لما كلمت الشرطة اسم الشرطة بعت 2 شرطيين علشان يروحوا يشوفوا إيه اللي بيحصل جوه البيت بتاع مارجريت. الشرطيين لما دخلوا البيت فضلوا يدوروا وما كانوش لاقيين أي حاجة. وبعد تفتيش طويل واحد من الأطفال قاعد يصرخ بطريقة هستيرية، فلما بصوله لقوه بيشاور على الكرسي وعينيه كلها فزع. الشرطية اللي كانت جاية مع الشرطي كان اسمها كارولين. قالت ساعتها أنا شفت بعيني الكرسي بيتحرك وبيطير من مكانه وراح عند الحيطة اللي موجودة عند المطبخ. والمصيبة إن المسافة اللي اتحركها كانت طويلة. الكرسي ده كان تقيل وإزاي يتحرك لوحده؟ اتحرك تقريبا 1.5 متر. المهم الشرطي والشرطية لما شافوا المنظر ده طلعوا جري على الكرسي علشان يشوفوا لو في أي حاجة متعلقة فيه أو حبل أو حد بيحركه عامل فيهم مقلب يعني. لكن المصيبة ما لقوش أي حاجة مربوطة في الكرسي. ولما حصل معاهم الموقف ده الرعب بدأ يدب فيهم، وشوية طلعوا جري بره البيت وقالوا للست احنا ملناش دعوة بالمواضيع دي، المواضيع دي مش اختصاصنا، وان دي روح شريرة يعني حاجة مش ملموسة. انما لو مجرم او اي حد كان في البيت بتاعك بشر يعني احنا كنا هنعرف نتعامل معاه، انما احنا نتعامل ازاي مع حاجة مش شايفينها؟ المهم الايام عدت والحاجات الغريبة فضلت تحصل جوه البيت. بس مارجريت قالت انا مش هقدر اتقل على الجيران بتوعي ومش هفضل قاعد عندهم، انا هاخد بعضي واخد عيالي واروح بيتي واستعمل شوية الخبط وشوية الحاجات اللي بتحصل في البيت دي. بس ما كانوش عارفين ان اللي هيحصل اكبر من كده. المهم الخبر سمع في القرية كلها والناس فضلت تتكلم عن البيت ده لدرجة ان صحيفة ديلي ميرور بعتت صحفيين علشان يروحوا يتحققوا بنفسهم من اللي بيحصل جوه البيت. واحد من الصحفيين لما راح هناك قال انا شفت بعينيا الحاجات بتطير من فوق الترابيزة وشفت الكراسة وهي بتتحرك لوحدها. ومن ساعتها في مراسلين كتير جدا بدأوا يجوا البيت ده ويعملوا تحقيقات مع مارجريت وولادها، لدرجة ان BBC ذات نفسها بعتوا صحفيين للبيت ده. والBBC لما بعت الصحفيين للبيت جابوا معاهم مسجلات صوت وكاميرات وكل الحاجات اللي ممكن يحتاجوها علشان يوثقوا اللحظات دي، وقرروا ان هم يسجلوا اللحظات دي صوت وصورة والحاجات اللي بتتحرك والخبطات اللي بتقع على الحيطة. وفعلا نجحوا ان هم يصوروا الحاجات دي صوت وصورة. ولما راحوا للمقر بتاع BBC طلعوا الشرايط، لقوا ان الاجزاء المعدنية اللي موجودة في المعدات بتاعتهم كلها متنية، والشرايط اللي سجلوا عليها التسجيلات دي كلها ممسوحة، يعني كأنهم اصلا ما دخلوش البيت. وبعد ما عدى اسبوعين من الحاجات دي الام كلمت جمعية البحوث الروحانية البريطانية وقالت يمكن يبعتوا لنا حد ولا حاجة يعني يطلع الحاجات اللي في البيت دي. وفعلا بعتوا 2. الاتنين دول كانوا 2 محققين يشوفوا ايه اللي بيحصل في البيت ويتأكدوا بنفسهم هل هو فعلا حاجة من العالم الآخر ولا حد يعني بيعمل مقلب. كان واحد اسمه موريس وواحد اسمه كاي. ومن أول يوم الناس دي قعدت فيه في البيت علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. موريس قال أنا شفت بعيني حاجات بتتحرك جوه البيت، وقال كمان إن المكعبات بتاعت الأطفال كانت بتطير وتروح من مكان للتاني، ولما كان بيمسك حاجة من الحاجات اللي بتطير دي كان بيلاقيها سخنة جدا. وقال برضو إن الكراسي كانت بتتحرك من نفسها، والقميص اللي كان محطوط على الترابيزة طار من نفسه كده كأن في حد شاله وحطه على الكرسي. كل ده طبعا قدام عينيهم وهم شايفين. المهم عدى اليوم الأول والمحققين دول قرروا إنهم يركزوا مع أفراد العيلة ذات نفسهم واحد واحد علشان يشوفوا لو في حد منهم ملبوس ولا حاجة، أو واحد منهم يكون بيلعب عليهم أو بيعمل خداع أو أي حاجة أيا كان اللي بيحصل. فقرروا إنهم هيركزوا معاهم جامد، ولقوا إن كل الحاجات الغريبة اللي بتحصل في وجود البنتين، وبالأخص البنت جانيت الصغيرة
وفعلا لاحظوا ان كل الحاجات المرعبة بتحصل في وجود البنت الصغيرة جانيت دي، والجيران اقسموا ان هم شافوها وهي بتطير جوه الأوضة بتاعتها. المهم البنت دي ساعات كان بيجيلها حالة من حالات الصرع او حالة اللاوعي، وتقعد تصرخ كده وتزعق من غير اي اسباب، وساعات بيجيلها قوة غير طبيعية ومحدش بيقدر عليها، لدرجة انها في مرة زقت صحفي من الصحفيين وطار لمسافة 4 متر، لحد ما جت اللحظة اللي فيها سمعوا صوت خارج من البنت، والبنت كانت بتتكلم بصوت خشن جدا كأنه صوت راجل عجوز. بس المصيبة ان شفايفها ما كانتش بتتحرك، والمحققين لما سمعوا الصوت ده اتأكدوا 100% ان دي روح شريرة، وان هي لابسة البنت دي، وان الحاجات الغريبة اللي بتحصل دي بتحصل بسببها. المهم الصوت اللي كان بيخرج من البنت دي صوت راجل عجوز وباين عليه ان هو تعبان جدا، وفضلوا يتكلموا مع الصوت اللي خارج من البنت لحد ما عرفوا ان ده صوت راجل اسمه بيلي، والراجل ده كان عايش في البيت اللي هم فيه من سنين كتير فاتوا، والراجل ده مات جوه البيت. ومن محادثتهم مع الصوت عرفوا منه انه كان عايش لوحده زمان في البيت ده، واتصاب بالعمى، وبعد ما اتصاب بالعمى بأيام جات له جلطة في الدماغ وفضل ينزف لحد ما مات. المصيبة بقى انه قال لهم على كل حاجة وعلى المكان اللي مات فيه. قال لهم انا كنت حاسس ان انا عايز انام، ونزلت تحت على الكرسي اللي جنب السلم نمت عليه، وبعدها ما صحيتش تاني. يعني كل التفاصيل الصغيرة قعد يحكيها لهم، ولما الصوت ده كان بيقف او بيطلع من البنت كانت بترجع تاني لوعيها من الحالة اللي كانت فيها. بس المشكلة ان هي كانت لما بتفوق ما بتبقاش فاكرة اي حاجة من اللي حصلت، مع ان الصوت ده كان بيتكلم على لسانها، وقالت انها ما كانتش بتحس باي حاجة، كأنها كانت نايمة او متخدرة، لدرجة ان المحققين شكوا في البنت دي وقالوا ان البنت دي بتلعب لعبة كبيرة جدا مع ان سنها صغير. المهم قالوا لها تحط شوية مية في بقها وما تبلعهاش لحد ما الحالة دي تجيلها، علشان يشوفوا هي اللي بتعمل كده ولا في حاجة غريبة. وفعلا خلوها تشرب شوية مية والصوت بدأ يطلع تاني منها، فتأكدوا ان في حاجة غير طبيعية، وفضلوا برضو شاكين فيها لدرجة ان هم راحوا لدكتور متخصص في الحنجرة وقالوا له هل فعلا بنت بالسن ده تقدر تطلع صوت زي ده وهي قافلة بقها؟ الدكتور قال لهم طبعا مستحيل، ازاي تحصل حاجة زي كده؟ البنت لو حاولت تعمل حاجة زي كده في خلال دقائق معدودة احبالها الصوتية هتتقطع. الموضوع بدأ ينتشر والناس بدأت تعرف، ففي مكالمة جات لموريس اللي هو المحقق، وطلعت المكالمة دي من مين بقى؟ من ابن بيلي، ابن الراجل اللي مات جوه البيت ده. وفعلا فضل يتكلم معاه وعرفه ان ابوه مات بنفس الطريقة اللي البنت كانت بتقول عليها، او بمعنى صح الصوت اللي خارج منها هو صوت والده فعلا، واللي جات له جلطة في الدماغ، وقبل الجلطة جاله عمى، وان لما راحوا له البيت لقوه ميت على الكرسي اللي البنت قالت عليه. وفي خلال الفترة اللي المحققين كانوا فيها جوه البيت حطوا كاميرات مراقبة حساسة جدا تقدر انها تلتقط صورة كل ربع ثانية، حتى الأوضة بتاعت البنت حطوا فيها كاميرات. المهم الصور اللي خدتها الكاميرات دي خلت انجلترا ساعتها تتكلم عنها، والناس مفزوعة منها، وكانت واحدة من أهم الحاجات اللي كانت على لسان الناس اللي مهتمة بالأرواح والشياطين والحاجات دي أيامها. والصور اللي خدتها الكاميرا كانت صور للموبيليا جوه البيت والأساس يعني، وهو بيتحرك ويطير لوحده في البيت زي الكراسي والترابيزات والحاجات دي. وصورة كمان من اللي خدتها الكاميرا للبنت وهي بتطير في الهواء زي ما هتشوف كده. وخلي بالك الصورة دي مش مجرد صورة، دي حقيقة، ولو تلاحظ وش البنت كأن في حد شايلها من على الأرض. وفي مرة من المرات في لقاء تلفزيوني جابوا البنت جانيت علشان تطلع في اللقاء وتحكي عن اللي بيحصل معاها، وقالت انها كانت بتحس ان عندها قوة جديدة جدا. انا كنت حاسة ان في روح معايا وانها مش هتفارقني طول عمري، وقالت ان الروح دي ما كانتش عايزة تأذينا خالص في اي يوم من الايام، هي مجرد كانت عايزة تكون واحدة من العيلة وتعيش في سلام. وقالت ان الروح دي علشان تقدر انها تتواصل مع العالم الخارجي كانت بتتواصل على لساني او لسان اختي. بس المهم الاحداث المرعبة دي فضلت تحصل لمدة 4 شهور، وبعد ال4 شهور دول بدأت تقل لحد ما وصلت سنة 1978 تحديدا في وقت الخريف، والحاجات اللي كانت بتحصل بدأت
يعني إلى حد ما تنعدم خالص، والخبطات اللي كانت بتخبط على الحيطة ما بقتش تيجي زي الأول، بس كانت بتيجي من وقت للتاني. إنما حالة الصرع اللي كانت بتخش فيها الطفلة ما بقتش تخش فيها تاني، والموضوع بدأ يستقر إلى حد ما، لحد ما البنت وصلت لسن 16 سنة، ومن بعدها اتجوزت وهي صغيرة يعني. وبعد ما اتجوزت خرجت برا البيت، بس مصير عيلتها للأسف ما كانش كويس، لأن أخوها جوني مات بمرض السرطان وهو عنده 14 سنة، وجانت ابنها الصغير مات وهو نايم. الأم بقى طبعا فضلت عايشة حزينة في البيت بعد أولادها ما خرجوا واللي مات، لحد ما ماتت هي كمان وحيدة سنة 2003. وبعد ما ماتت في أم تانية وعيالها جم وسكنوا في نفس البيت، وما كانوش يعرفوا أي حاجة عن ماضي البيت ده. وبعد ما سكنوا بأيام نفس الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل بدأت تحصل معاهم. الأم كانت بتحس ساعات إن في حد بيراقبها وإن هي ما كانتش مرتاحة، وأطفالها بيقولوا إن إحنا دايما كنا نصحى من النوم على صوت ناس بتتكلم في القابو تحت، ولما ننزل نشوف مين اللي بيتكلم ما نلاقيش حد. واحد من عيالها قال أنا دايما وأنا نايم بحس إن في حد بيبصلي، وفي مرة صحيت فتحت عيني لقيت فيه خيال شخص بيبصلي بس ما كنتش شايفه كويس. والحاجات الغريبة اللي بتحصل دي كانت كفيلة إن العيلة دي تلم حاجتها وتخرج بره البيت. ولحد اللحظة اللي بكلمك فيها دلوقتي في ناس جديدة جات وسكنت في البيت، بس بترفض إن هي تقابل أي صحفيين أو تتكلم معاهم. والقصة دي ليها عشرات الشهود، وبيقسموا فعلا إن الحاجات دي كانت بتحصل فعلا قدام عينيهم. بس في ناس طبعا كانت بتشكك وبتقولك يا عم مفيش الكلام ده أصلا، إزاي يعني؟ والمحقق موريس ده كان عايش سنة كاملة مع الناس دي وفعلا كان بيشوف الحاجات دي قدام عينيه، وفي حاجات متسجلة بالصوت والصورة زي ما قلتلك. والناس اللي بتشكك بدأت تقول إن الصوت ده ممكن يعني تكون البنت دي متدربة عليه علشان يطلع منها، بس طبعا ده محتاج تدريب عالي جدا. وفي ناس بتقول إن البنات دي فعلا ممكن تكون عاملة الحاجات دي بالقصد علشان هما وحيدين وبيحسوا بالنقص وعايزين أي اهتمام، فبيكونوا عايزين يعني يلموا الناس حواليهم ويكونوا محور اهتمام الجميع. بس ناس كتير بدأت تقول إن الكلام ده بجد، والبنات كانوا واقفين جوه الأوضة قدام المحققين وكان في صوت بيحصل على الحيطة بعيد عن مكانهم. طب والدولاب اللي كان بيتحرك لوحده ده ازاي الدولاب بالوزن ده وبالحجم ده بنت صغيرة في السن ده تقدر تحركه؟ طب والصور الغريبة اللي الكاميرات جابتها هتكون برضه طلعت ازاي؟ طب المعلومات اللي هم قالوها عن الراجل اللي كان ساكن في البيت ده هيعرفوها ازاي؟ خصوصا ان ابن الراجل ذات نفسه كلم موريس وقال له على الحاجات دي. جانت دلوقتي عايشة وعندها حاجة و40 سنة، وطلعت في لقاء تلفزيوني وقالت ان فعلا الحاجات دي كانت بتحصل، واستضافوها في 2007 وطلعت وقالت ان الروح بتاعت الراجل ده كانت دايما معاها، وانها كانت حاسة انها مش هتفارقها ابدا. وقالت انه هي زمان في المدرسة كان الناس بتتريق عليها وكانت بتضايقها وكانت بتقول عليها الطفلة الشبح، وفي ناس كانت بتجيب لها عصاية مقشة وتقول لها يلا طيري. وصرحت وقالت ان الحاجات الغريبة دي والروح دي بدأت تظهر لها لما هي واختها بدأوا يلعبوا لعبة ويجا، وقالت ان هما كانوا بيلعبوا لعبة ويجا وبيسألوها على الارواح اللي ماتت، ومن بعدها بأيام الحاجات دي بدأت تحصل في البيت، يعني كأنهم كانوا بيحضروا ارواح. وزمان طبعا سنة 1978 خدوا البنت علشان يكشفوا عليها ويشوفوا قواها العقلية والنفسية عاملة ازاي، واتصدموا لما لقوا البنت كويسة جدا وفي احسن حال. وفي الاخر حابب اقولك ان القصة دي حقيقية فعلا واتعمل عنها فيلم اسمه The Conjuring 2. طبعا في ناس كتيرة جدا سمعته، انا نفسي سمعته. بس كده ولحد هنا خلصت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، وكل اللي عليك تعمله لو عجبك الفيديو انك تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل لو ما كنتش مشترك يعني، علشان يوصلك كل جديد، وتعمل اعجاب بالفيديو وتجمد قلبك كده وتتفرج على باقي الحلقات. واللي حصلت معاه اي تجربة من النوع ده يقول لي تحت في التعليقات. سلام عليكم.